لسه ما فرزتيش ورق العنب، يلا بسرعه فرزيه قبل ما ينشف في السوق. النهارده ان شاء الله هقولك ازاي تفرزيه ويقعد معاكي طول السنه وتطلعيه من الفريزر لونه اخضر زي ما هو. نبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هاتي كميه ورق العنب اللي انت محتاجاها، انا جايبه اللهم بارك كميه كبيره. وانت بتشتري ورق العنب حاولي يكون الورقه ناعمه ولونها اخضر، والورقه صغيره ومش خشنه. بتفرق في الطعم وانت بتعملي المحشي، بتفرق في الطعم. ابداي بقى شيلي كل العروق بتاعتك بالمقص كده. انا ولا هسلق ورق العنب ولا هحطه في ميه ولا اي حاجه، وهتفضل معاكي الطريقه دي من السنه للسنه، وهتطلعيه لونه اخضر اكنك لسه جايباه فريش. انا بقى هنا هستخدم الاسترتش بتاعي. هبدا اقسم حسب ما انا محتاجه في الوجبه بتاعتي. هحط ورق العنب وارصه وهلفه بالاسترتش كويس واطلع منه الهواء. اقفلي كويس وطلعي منه الهواء. هخلص كل الكميه بتاعتي، انا كده بشيله في الفريزر وبطلعه على الاستخدام. يا دوبك اطلعه من الفريزر احطه في ميه سخنه، يا دوبك لونه يتغير واحط معاه عصره ليمون. دي طريقتي من سنين، ان شاء الله تجربها وتعجبك. لو عجبك الفيديو متنسيش في اللايك والشير. خلص بقى كل الكميه بتاعتي. خلص بقى كل كميه ورق العنب اللي معايا، والعروق انا ما رميتهاش، هقولك هنعمل بيها ايه دلوقتي. هقطع بقى، هقسم كميه العروق اللي معايا كميات صغيره، وانا بطلع رول الورق العنب من الفريزر هطلع معاه العروق. العروق دي انا بحب احطها في ارضيه الحله، بتدي طعم وريحه حلوه للمحشي. قسميها كميات صغيره، طلعي منها الهواء. ان شاء الله تجربي الطريقه وتعجبك. لو انت لسه مخزنتيش ورق العنب، يلا هاتي قبل ما ينشف في السوق وخزني. لو انت بتخزني بالطريقه دي قولي لي في الكومنتات، لو ليكي طريقه مختلفه برضه قولي لي في الكومنتات. ربنا يحسن ما بين ايديكم.